بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل طبعا، لسه الصبح. على احلى ناس بتتابعني. النهارده بقى جت لكم فيديو حلو، فيديو جديد، يا رب بقى يعجبكم. طبعا انا بصور اليوم بيومه، لان في حبايب قلبي كده اللي طلبوا مني انزل لهم كل يوم الغداء اللي انا بعمله. آه، فطبعا لازم اي حد يطلب مني حاجه لازم اعملها. انا فاتحه القناه طبعا علشان طلباتكم. ف رحت السوق بقى، فجبت حاجات من السوق، ولقيت السردين ده الحلو ده جبته. بصراحه ما كنتش بجيبه كتير، اما جبته المره دي طعمه كان حلو، فقلت لازم اجيبه على طول. فمش شويته طبعا، قلت اقليه. السردين، بحب السردين المشوي، المقلي احسن من المشوي يعني. عندي ولادي طبعا بيحبوا السردين او السمك او اي حاجه مقليه، انما جوزي بيحب المشوي. فطبعا كنت جايبه لجوزي سمك اللي هو الشبار. ف... واحنا جايبين لنا سردين، فقلت اقلي بقى كده واخلص كل اللي ورايا وانا واقفه في المطبخ. انتوا عارفين طبعا وقفه المطبخ بقى غدا لا مش عارفه ايه. فطبعا احنا بنقضي نص اليوم كله في المطبخ، نص اليوم تلات ارباع اليوم، او ممكن اليوم كله والله كمان. يمكن بنقضي اليوم كله في المطبخ، يعني من غدا لافطار لعشاء مش عارفه ايه كده يعني. ربنا يخلي اولادنا واولادكم يا رب. انا طبعا ما طولش عليكم تنظيف السردين. ف نضفته انا كده بقى، وبعد كده هغسله معاكم. انا ما عنديش فرشة اللي هي بتاعة السمك. ان شاء الله كل ما اقول هنزل اجيبها، بصراحة بنسى جدا، مش عارفة حكاية النسيان ايه. فيمكن اجيب حاجة تانية وما اجيبهاش، يعني يمكن هي بتبقى قدام بس انسى اصلا ان انا عايزاها يعني، فما بجيبهاش. طبعا انا بعمل بالراحة على اساس مفيش اي حاجة تسافر يخش في ضوافري او في ايديا يعني، فانا ما بحبش الحركة دي. اي حاجة بقى مش نضيفة كده بتخلص منها في السمكة. عايزة بقى دعوة حلوة كده. طبعا أحلى خوات في الدنيا. تدعوا لي كده إن ربنا يشفيني عشان أنا تعبانة فعلا. ادعوا بقى لأختكم حبيبي بقى إن ربنا يشفيها. دعوة تكون من القلب طبعا، وإن شاء الله خير بإذن الله. واللي أنا راضية بقضاء ربنا الحمد لله، أنا ما بعترضش على أي حاجة ربنا بيبعتها لي. فالحمد لله الحمد لله أنا راضية. كل رجوع ربنا كويس طبعا، واللي مكتوب له حاجة بيشوفها إن شاء الله. كده بقى لما غسلت السمك كله، السردين قصدي، هعصر عليه ليمون واحط عليه شوية ملح، وهسيبه. انا مش هحط خل هحطه في التتبيلة، عشان اما بحط خل على السمك بحس ان السمك لحمها ابيض وهتتهرى مش حلوة بصراحة. فحطيت ليمون وملح، الملح بيشيل الزفارة على فكرة. هسيبه بقى كده مع نفسه شوية. وبقى كنت جايبة طماطم دي الكيلو ب5 جنيه. في ناس بتبيع الكيلو ونص ب10، بس بعد كام واحد بس، انما السوق كله على ما اعتقد الكيلو ب5 جنيه. وجبت ليمون الكيلو ب10. طبعا شبت وكزبرة دول ب2 جنيه. البطاطس ب10 جنيه برضو، والفلفل والخيار. الفلفل الكيلو ونص ب10 باين، او الكيلو مش فاكرة بصراحة، بس انا جايبة دول ب10 جنيه الكيس ده، فلفل وخيار. وجايبة عنب طبعا، العنب الكيلو ونص ب10. فهو ده الحاجات اللي انا جبتها، والسردين بس من السوق، ما جبتش كتير لان انا عندي حاجات. طبعا هغسل انا بقى الحاجات دي كلها، مش هغسلها معاكم عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده. الفيديو كان طويل بس انا يعني قصرته منه كتير، خليته 13 دقيقة بس. هعمل بقى تتبيلة السمك، معايا بقى فلفل، ومعايا فلفل احمر، ومعايا طبعا الكزبرة الخضراء.
هحط كمان طماطمايه. انا بحب الطماطمايه بتبقى في السمك او في السردين، في التتبيله بتبقى حلوه وطعمها حلو. عندي حبيبه بنتي بتاكل التتبيله دي على الرز، يعني بتاخدها من السمكه كده وتاكلها على الرز، فعشان كده بحب ازود طماطمايه يعني. اعصر كمان ليمونه واجيب خل كمان، احط كده معلقه خل. حطيت ملح وكمون. ان شاء الله باذن الله كده نغير بقى من مود التصوير اللي احنا فيه، يعني نغير بقى حكايه الاكل شويه. نصور بقى جوله في البلد. نروح الارض كده ونصور، مع ان يعني مش عندنا ارض بس هضطر ان انا اروح. سيلفي طبعا مأجر ارض، فهضطر كده ان انا في يوم اروح، بس اشوف وقت كده ان شاء الله واروح، لان انا تعبانه، اما بعمل اي مجهود بتعب. فان شاء الله كده ربنا يقويني كده واعمل لكم فيديو حلو غير جو الاكل بقى ده شويه يعني. ولا اللي انتوا حابينه طبعا اكتبوه لي في الكومنتات وانا هعمله ان شاء الله. هتبل بقى السمك ده، السردين ده كله بالتتبيله الحلوه بتاعتنا دي. التتبيله دي كانت عايزه زي طعميه سخنه بجد يعني. وتعملي بقى سندوتش كده في طعميه سخنه وعليه معلقه تتبيله من دي فلفل وتوم. ما هو احنا بنجيب سندوتشات الطعميه من بره الجاهزه، بتلاقي فيها فلفل وبتلاقي فيها طماطم وبتلاقي فيها كزبره وبتلاقي فيها فصوص ثوم على فكره، بس بتبقى مفرومه. هي نفس التتبيله دي على فكره، بس بتبقى متحطها إيه كبيره عن كده شويه. ان في سندوتشات الطعميه والفول اللي بتبقى في المنصوره بتبقى طعمها حلو. هنا برضو ما شاء الله ناس بتعمل في المطاعم هنا برضو سندوتشات والكلام ده، والله بتبقى فيها نفس الخلطه دي. انا من عشاق الطعميه، بحب الطعميه جدا بصراحه يعني. بس بحب اكلها مثلا، بس ما بحبش يعني مش من اول ما اقوم من النوم كده لا اكلها. على الساعه 10 11 كده. بحب الطعميه، لو كلتها طول النهار ما بزهقش منها. مش عارفه يعني ايه حبه في الطعميه، مش عارفه سبت السمك بقى يتبل شويه وهعمل رز حبه وحبه، اللي هو الحبايه وحبايه ده. طبعا الزيت سخن معايا. نزلت بشويه رز كده صغيرين. كان في واحده قالت لي عشان الرز يتحمر منك على طول ما تغسل، يعني الشويه اللي انت تحطهم في الزيت تحمرهم ما تغسلهمش، واغسلي بقيه الرز عادي. بس انا لا طبعا الرز بقى في الاراضي بقى كله تراب لازم يتغسل، انا مش مقتنعه بحاجه زي دي، فانا بغسله. يعني بقول لما اقف شويه مش مشكله. بتاع التوك توك واقف تحت البيت عندنا ومشغل اغاني، مش عارفه يعني اخرج اقول له ايه. انا مش عايزه اسمع اغاني والله، انا بقول له انا مش عايزه اسمع اغاني انا يا جماعه من النوع اللي مش بحب اسمع اغاني يعني. يعني يمكن بس اليومين دول بصراحه اللي بدات اسمع اغاني، انا اصلا ما كنتش بسمع الاغاني خالص الا قبل ما اتجوز بصراحه. كنت بقى لسه بنت كده ومدلعه نفسي، فكنت بحب اسمع اغاني يعني وجو الروشنه ده. بس اما اتجوزت بقى ما عادش بقى خلاص، ما عادش بسمع اغاني كتير. ما فيش بقى الا العروضات اللي انا بخشها دلوقتي فيها اغاني، بقى اغاني حلوه بصراحه بحب اللي انا اسمعها. فمش من جو اللي انا اسمع اغاني كتير يعني. بفضل مثلا دعاء حديث، الحاجات دي كلها اللي انا اسمعها احسن من دوشه الاغاني دي. كده بعد ما حمرت الرز خد اللون الذهبي الحلو ده. هنزل بقى لو في شوربه بقى ماشي، مفيش حط ميه زي ما انا عملت كده. الحله طبعا كانت بتلف معايا وكنت خايفه تقع عليا.
هحط بقى الملح دي بقى حسب مقدار انا او مقدار الحله اللي قدامك. جه وقت بقى اللي انا اقلي السمك علشان هنتغدى. السمك دي مع ان طعمه جميل جدا بس انا لما اكلته عفوا اما اكلته تعبني بصراحه يعني. هو كان حلو، طعمه جميل جدا يعني، طعمه يشجعك اللي انت تاكلي واحده واثنين وثلاثه واربعه كده يعني. بس تعبني بجد، هو تعبني وخلاني بقى مزاجي وحش طول النهار، وخلى بص يعني وخلقي بقى ايه، مش عايزه حد يكلمني. وطبعا زعلت ناس كتير مني في اليوم ده والله العظيم، من عصبيتي. انا لو كنت اعرف ان انا هتعصب كده ما كنتش كلته، بس هو حلو طعمه عاجبني كلت. يا جماعه الحاجات اللي هي الزفاره بتاعت السمك والرنجه بقى بالذات، الرنجه الحادقه دي بتخليني اتعصب والله العظيم. ممكن اعمل كام مشكله في اليوم اللي انا باكل الرنجه. الحمد لله ما عدتش باكلها، بس هجيبها تاني، هجيبها واصورها معاكم. كده انا خلصت السمك والاكل. اتمنى بقى الفيديو بتاعي يعجبكم. شوفوا يا جماعه السمكه عامله ازاي، يا سيدي يا سيدي يا سيدي. اتمنى بقى الفيديو يكون حلو كده ويكون خفيف، ما يكونش طبعا تقيل ولا دمه تقيل، طبعا يكون خفيف وحلو كده زي صاحبته. وان شاء الله اسيبكم بقى شوفوا يا جماعه الرز مفلفل ازاي. ان شاء الله بقى كده اجيلكم فيديو تاني، فيديو يكون بقى روتين او فيديو كده يكون جوله في البلد حلوه. لسه غسيل السجاد طبعا هينزل لكم، مش عايزه انزل لكم الوقت كده عشان تكونوا ايه متشجعين تشوفوا الفيديو. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم مع الف سلامه يا حبايب قلبي. ما تنسوش بقى في اللايك والشير، وعشان الكل يستفاد طبعا من الفيديو. واسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه يا احلى اخوات في الدنيا.